السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير فعلا، بقالي كتير منزلتش فيديوهات. بس يعني كنت تعبانة كده شوية، الحمد لله. النهارده بقى نزلت لكم كده فيديو جديد. بصوا، طبعا اول حاجة بعملها الواحد، طبعا اول حاجة بيعملها في الايام اللي احنا فيها دي، ايام المدارس. حضرت لانش بوكس كده البري، واديتها كده الزبدية دي، واديتها البسكوت ده، وكده. يعني جهزت لها اللانش بوكس بتاعها او فطارها في المدرسه. بعد كده طبعا انا كان عندي بقى ضيوف، كان عندي اختي وعيالها. فطبعا كانت ريتال بقى اللي هي بنت اختي عايزه تيجي معايا، وانا بجيب بري من المدرسه. فخدتها كده بقى، وقلت افسحها بالمره وافرجها على الدنيا عندنا، وبالمره تجيب بيري ايه وهي ايه، يعني تشوف بيري وهي خارجه من المدرسه. وهي كمان بيري كانت قالت لي يا ماما خلي ريتال تيجي معاكي وانتي بتجيبيني. فاخدتها كده معايا بقى، وقلت ايه خلاص بقى ايه، يعني نروح بقى نجيب بيري من المدرسه. خلاص بقى كده نزلنا. وقلت بالمره يعني هجيب كمان عيش واجيب الفطار يعني، ونيجي نفطر مش ده لون كلنا. البتاع بتاع بري؟ بتاع التيشيرت. اه. اه. ريتايل. انت رايحه فين؟ راح اجيب بري. هتجيب بيري من المدرسه؟ اه. طب ما تروحي انت بقى وانا اقعد استناك. لا. مش عارفه الطريق. لا والله ما عارفه. بس بقى البرد موتني والله العظيم، تعبانه جدا. هاتي ايدك يا ريتايل، تعالي. جو ساقع. الجو ساقع. يا لا ده بنتهزر بجد. اه صدقي ايدك ساقعه. والله يخليك. بس انا معايا بري. وصلنا بقى خلاص عند المدرسة. واشوف بقى حضن مطارات بقى، عارفين حضن مطارات ان هم ايه بياكلوا في بعض. يعني اللي هم ايه يكونوا مثلا نايمين متخانقين، وخلاص يقوموا الصبح مفيش اي حاجة، هما الاتنين من سن بعض، فرق بس شهر. هي بيري اكبر من ريتال بشهر. هما الاتنين نفس كل حاجة، بيري شهر 4 وريتال شهر 5. هنا بقى خلاص بقى، بصوا بقى عايزة اوريكم بس المنظر كده لما بيري تطلع. يعني هما أول ما يشوفوا بعض في أي مكان، يعني هما 5 دقايق وبعد كده تلاقي الشعور دي إيه، متقطعة مع بعض. ريتاني هنا بقى دخلت بقى تدور عليها، بس بيري كانت قاعدة على الجنب واحنا ما كناش شايفينها يعني. ده فين ريتال؟ ده ريتال شكلها دخلت تاهت معاهم هي كمان. لا لا، واقفة فوق اهي. اهي شايفين بقى حضن المطارات بقى. اكنهم ما شافوش بعض بقالهم كتير، وهم على طول خناقات وشد في شعر بعض ولعب برضو، يعني لان هم ايه نفس السن وكده. ميري بس هاتي بعد بوز. كده بقى خدتهم وقلت ايه، اروح اجيب تعالي. العيش ونجيب فطار يعني وكده. بس ما كنتش بقى هجيب حاجات من المول اللي هو اللي عندنا او المول اللي عند المدرسه، لا. خش يلا رحنا يلا. السنتر التاني اللي هو عند المدرسه. يعني كل سنتر عندنا بيبيع يعني محلات مختلفه عن المحلات التانية. يعني مثلا السنتر اللي قدام مدرسه بيري ده فيه الجزار. في في فرنه، في صيدليه. انما اللي عندنا لا مفهوش كده. فيعني انا لو عوزت حاجه مثلا مش موجوده في المحلات اللي عندي، اروح السنتر اللي ورا او اللي ورا هكذا يعني. كلهم يعني مش بعيد. اهو ده السنتر التاني ده، اللي احنا كنا رايحين نجيب منه الحاجه. طبعا هم كانوا ماشيين وعمالين يلعبوا، وطبعا بيري كالعاده شايلتني الشنطه بتاعتها. وعايزه اقول يعني هنا من مكاني لماما، الله يكون في عونك يا ماما، كان زمان كنت بتشيلي الشنط بتاعتنا على ظهرك وهي مرزبه ويعني ومش قادره اقول لكم. فهنا ريتال قالت لي ايه، طب هاتي يا خالته اسماء اشيل الشنطه شويه. اقول لها يا بنتي بلاش، يا بنتي بلاش، ما فيش، الشنطه تقيله جدا مش عارفه فيها ايه. فقلت لها خلاص شيليها يعني يا ريتال شويه، مع ان والله كان صعبان عليا فعلا الشنطه تقيله، وهي ما رضتش تداني يعني. فقلت خلاص خليها يعني شايلاها وكده. بس خلاص بقى احنا كده كنا روحنا البيت وفطرنا، والحمد لله عملنا فطار جميل جدا. الفطار العادي خالص بتاعنا، بس يعني اللمه حلوه، اللمه بتبقى حلوه. وبعد كده قلت بقى عايزه اجهز الغدا بتاعي. هتعملي لهم ايه بقى النهارده يا سمسمه؟ احنا اليوم اللي كان قبل ده كنت عامله لهم بقى اكله كرم الشام. بصوا اوعى ما اقولكوش والله بجد، كانت روعه. كنت عامله لهم شاورما، وكنت عامله لهم رز بسمتي، وكنت عامله لهم توميه، بس بجد والله العظيم انا اختي انبهرت بجد بالطعم. يعني لو هينطق الفيديو كده والله كان نطق وقال لكم ان الطعم بجد كان جامد قوي بتاع الشاورما. فالنهارده بقولنا ايه، خلاص خليها نعمل اللي هي الفراخ الستريبس، اللي هو الصوابع الستريبس، تمام.
بس اما جيت اطلع من الفريزر ما لقيتش عندي صدور فراخ، اللي هو الصدر الكبير ده، الحته اللي على بعضه دي، لقيت عندي بانيه. فالمهم قلت طب خلاص مش مشكله نمشي برضو بيها. الجيش قال لك اتصرف، فقلت اعمل ايه؟ خدت من البانيه الحتت الرفيعه اللي بتبقى فيه دي كده. قلت ايه، هي قالت لي انا عايزه اجرب البانيه المشوي اللي انت بتعمليه. فقلت اخدهم دول اعمل لهم يعني شويه صغيرين دول، اعمل لهم لا هي بانيه مشوي عايزه تدوقه. والحته التخينه اللي في قطعه البانيه هاخدها دي واعملها ايه صوابع يعني ستريبس وكده. بس هو طبعا انه الاصح والصحيح ان هو بيتعمل بصدور الفراخ. بس طبعا انا ما كانش عندي فمشيت بكده وخلاص، وطلعت يعني حلوه بنسبه 70%، مش هقول لكم بنسبه 100% طبعا، لان في تريكات تانية كانت بتعمل انا ما عملتهاش عشان خاطر ده بانيه مش صدر. المهم البانيه بتاعي طبعا كان عايز يتنقع ويتغسل وكده، انا قطعته وقلت بعد ما اقطعه خلاص مش مشكله هنقعه، نقعته في ميه وملح وليمون وسبته كده حوالي ساعة. وبعد كده بقى خلاص صفيته من المية وشطفته كده شطفتين 3 حلوين. وبعد كده قلت بقى اعمل له الايه الخلطة بتاعته. حطيت بقى عليه هنحط ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر وشوية بابريكا. دي اللي هي التوابل اللي هي الجافة بتاعتنا. وهنا كنت ضاربة طبعا الطماطم علشان هعمل جنبها مكرونة، فضربت كده الطماطم وجهزتها. تمام. بعد كده احط عليهم بقى ايه، احط عليه عارفين انتوا الهوت صوص، اللي هو صلصة اللي هو الكاتشب الحار ده كده. ايوه هي دي الازازة دي كده. المهم كان عندي اخر حبة فيها فحطيتهم يعني وخلاص، وبعد كده ايه رميتها. اهي اللي هي الهوت صوص دي من هاينز، حلو قوي، دي كان اخر حبة فيها. وبرده المستردة برضو كانت اخر حبة في العلبة، فحطيتهم كده طلعتهم بالمعلقة. لاني لما بدوس عليها كده من غير المعلقه ضغط الهواء بيعمل عند الغطا بتاعها، فبصي بهدلت لي الدنيا. فقلت على ايه رحت منزلاهم بالمعلقه وخلاص برضو رميتها. وكده ايه يعني الصوصات يعني الحمد لله خلصت يعني. بس بعد كده بقى ايه جيت اقلب الخليط بتاعي ده كده كله مع بعضه، اقلبه بقى كده براحتي كده بقى كويس كويس، وحطيت عليهم حوالي 4 5 معالق من اللبن. تمام. دي اول خطوه، يعني انت لو هتعملي اللي هو الصوابع الستريبس دي، دي الخطوة الأولانية. تمام. الخطوة التانية اللي انت بتجيبي خليط الدقيق بتاعك وبتعمليه كده زي عجينة، عارفين كده عجينة الكيكة كده بتبقى عجينة تقيلة. فأنا طبعا يعني الخطوة دي سقطتها من النص أو ما عملتهاش. هقول لكم ليه دلوقتي، أنا هقول لكم أنا ليه ما عملتش الخلطة دي. المهم خلاص بقى سبت الفراخ بتاعتي كده تقعد في التتبيلة شوية حلوين كده. وبعد كده قلت أروح أعمل الصلصة بتاعت المكرونة. طيب طالما الاكله بتاعتي ما فيهاش بصل، انا مش هطلع الكبه واعمل على بصلايه ابدا ولا اخرط بصلايه، انا ماليش في كده خالص يعني. فخلاص يعني الاكله فيها بصل وكده كده مطلعه الكبه، هعمل الصلصه بتاعه المكرونه بالبصل، انا بحبها بالبصل والثوم على فكره. بس خلاص ما فيش، مش هطلع الكبه ومش هخرط بصلايه على ايدي انا ما بعرفش اخرط بصل على ايدي خالص. فخلاص يبقى الثوم هيسد. فجبت كده بقى معلقه ثوم كبيره كده حلوه، وهبدا ان انا اشوحها. وهنا بقى طبعا اختي بقى بدات انها ايه تعمل معايا. هتشوح لي بقى هي كده التومه. ولما التومه كده تاخد لون حلو كده، هننزل بالطماطم بتاعتي طبعا ضربوها ومجهزاها وزي الفل. وكده هبدا يعني هسيب بقى الصلصه بتاعتي انها تتسبك براحتها خالص، واوطي عليها وتتسبك براحتها. وبعد كده لما اكمل الاكل خلاص يبقى الصلصه بتاعتي جاهزه ما فيهاش اي مشكله. بعد كده بقى هغطيها وهسيبها ايه يعني تتسبك على نار هاديه. بعد بقى ما سبت بقى البانيه قعد شويه كده حلوين، جيت بقى ايه نكمل بقى بقيه الخطوات. طبعا انا زي ما قلت لكم هسقط خطوه، اللي هي خلطه ان انت بتعملي عجينه زي عجينه الكيك كده، حاجه تقيله كده. وتاخدي بقى بص من الخليط اللي انا عاملاه اللي هو في التتبيله اللي فيها الفراخ دي، للعجينه التقيله اللي انا قلت لكم عليها، للعجينه اللي انا بعملها دلوقتي اللي هي ايه، اللي هي دقيق عليها نفس البهارات اللي انا حطيتها على تتبيله الفراخ. انا حطيت عليهم بقى من عندي الخلطه الكريسبي، عارفين انتوا الخلطه الكريسبي دي بتبقى طعمها حلو قوي، فانا حطيت منها يعني. طبعا لو ما عندكيش عادي هي بتتعمل اصلا من غير الخلطه الكريسبي على فكره. بس انا حطيتها لاني ايه، انا ما عملتش الخلطه اللي في النص، الخطوه اللي في النص. طب انا ليه ما عملتش بقى الخطوه اللي انا قلت لكم عليها اللي انا سقطتها؟ لان هي صوابع رفيعه برضو مش تخينه زي الصدور. يعني لما بنعمل الصدور كده بيبقى الصباع كده تخين وماسك نفسه، تقدري تحطي عليه كفر مره واتنين وتلاته من بره. انما ده لا، يعني انا الصباع عندي رفيع، فانا لو جيت حطيت عليه كفر مره واتنين وتلاته هيبقى الكفر من بره قد كده وهي من جوه مفيش يعني رفيعه خالص. فطبعا مش هتنفع، مش يعني مش هتبقى حلوه.
انما لو عاملاها بالصدر بقى بتاع الفرخه كده والصباع كده يبقى كده جميل كده ومالي مركزه، لا عادي براحتك اعملي الكفر براحتك عادي يعني. فانا قلت برضو خلاص مش مشكله، والجيش قال لك اتصرف وخلاص واتصرفنا. والحمد لله يعني طلعت عشوه حلوه كده خفيفه، وكان طعمها جميل فعلا. بس زي ما قلت لكم هي طبعا المفروض بتبقى بالصدور يعني احسن. حطيت بقى كده، خدت بقى من الخلطه بتاعتي اللي انا عاملاها، لان انا سبتها الفراخ منقوعه فيها. وبعد كده طلعت الخلطة الدقيق بتاعتي، وباخد بقى الصابة بحطها من هنا لهنا. انا ما برضاش ازود يعني خلطة الدقيق الاول والستريبس وكده، لا بحط، ولو احتجت برجع ازود عليهم تاني مش اي مشكلة يعني، عشان بس ايه لو اتبقى مني فيعني حبة صغيرين يعني برميهم على طول الصراحة. لاني هشيلهم في التلاجة، عارفين انتوا بيعملوا اكياس، والاكياس بتبقى كتير كده في التلاجة، فانا بتضايقني. فعشان كده بحاول انا اعمل ايه، كل ما احتاج ازود تاني مفيش اي مشكلة يعني، اللي هو ايه مش هعمل اجيب بقى كوبايتين دي واحط زي ما بشوف كده الصراحه وصفات وحاجات كده، لا انا بحط ان شاء الله نص كوبايه دي الاول، وبعد كده احتجت تاني والله هزود، انتوا فاهمين قصدي. ويبقى الدقيق نضيف موجود لوحده، والخلطه لوحدها اللي بتاعت الكريسبي دي، بدل ما اقعد اعمل 100 كيس في التلاجة يعني. حد هيقول لي، حد قبل كده قال لي طب حطي في كيس، حطيهم في كيس ولما تيجي تعملي تاني يبقى استعمليهم. طيب انا هقعد اعمل اكياس اكياس وحاجات كتير في التلاجة، هاجي بعد كده هزق او ماسكه الحاجات دي كلها رميها برضو كله هيترمي. طب وليه؟ فاحنا من الاول كده نحط على القد شويه شويه لحد ما نخلص الكميه كلها. جيت بقى جبت بقى الطاسه بتاعتي وحطيت فيها كده زيت، وبعد كده هنزل بالصوابع بتاعتي، قلت كده ايه احمرها كده تحميره جميله، خدت لون حلو يعني. والناحيه التانية بصوا، هناك اهو الصلصه بتاعه الطماطم خلاص يعني كانت خلصت. والحله اللي هي على اليمين دي شايفينها دي ايه اللي مستخبيه نصها كده باين او ربعها، دي فيها الرز البسمتي اللي باقي من الشاورما امبارح، وكنت بسخنه لانه كان طعمه تحفه. فهي اختي قالت لي ايه خلاص انا هاكل من الرز البسمتي ده، عجبها جدا. قالت لي يعني المكرونه عادي بناكلها كتير يعني، انما الرز البسمتي ده طعمه، لان انا عاملاه زي ما قلت لكم على الفحم وكده، فطبعا طعمه مختلف تماما بالنسبه لها. فقالت لي لا انا هاكله مع الفراخ، مش عايزه مكرونه يعني. فقلت لها خلاص ماشي. سخنته برضو مع الاكل، كان طعمه تحفه جدا. والمكرونه برضو للي عايز مكرونه. وحبه شاورما بقى وكده، هم حبه صغننين الصراحه. الشاورما ما قعدتش، دي ما قعدتش بقى، حبه صغننين كده. سخنتهم برضو مع الاكل برضو للي حابب. وكان متبقي بقى سندوتشين، انا كنت عامله سندوتشات شاورما، وكنت عامله شاورما يعني متبقيه اللي هي الشاورما لوحدها. اللي عايز مثلا على الرز يحط، مثلا محمد بيحب شاورما على الرز مع السندوتش برضو. فاتبقى برضو سندوتشين من امبارح من الشاورما دول، مع شويه صغنين هتشوفوهم مع الرز. عارفين يعني كملنا برضو يعني ما رميناش برضو اللي فات. خلاص يعني انتوا عرفتوا الموضوع ده. واكله برضو جميله، وكلها برضو ايه ماشيه مع بعضها يعني، الرز البسمتي مع الفراخ برضو ماشي، المكرونه وهكذا يعني. بدات بقى ان انا اطلع، بصوا شايفين الفراخ لونها حلو قوي، وكانت فيها طبقه قرمشه، بس طبعا ما كانتش قويه زي الطبقات التانية، او زي الطريقة التانية، او زي الصوابع اللي هي بتاعت صدور الفراخ. تمام كده. خلاص حطيت بقى الطبقة الحطة التانية. وبعد كده بدأت بقى ان انا احط الجريل بتاعي يسخن، ونزلت عليه كده بمعلقة من الزيت، وهنزل بيه اللي هم الشرايح بقى اللي هم رفيعة بتاعت البانيه ده. طبعا دي ما كانتش ينفع تعمل صوابع خالص يعني. فهي فعلا فكرت في الحته دي وقالت لي خلاص اعملهم لي مشوي، انا عايزه ادوق المشوي. فقلت خلاص هو مش هينفع غير كده، اشويهم كده على الجريل من غير اي حاجه يعني، بالخلطه اللي انا عاملاها واشويهم يعني وخلاص. خلاص كده بقى خلصنا بقى اللي هو كان عشاء بقى الصراحة، بقى العشاء بتاعنا. بصوا المكرونة، مكرونة كده قواقع كان طعمها حلو قوي. وادي بقى التومية قلبي فظيعة فظيعة. والرز البسمتي العيش بجد، لا انا مبقتش اعمل خلاص غير بالطريقة دي. واللي هي شوية الشاورما اللي كانوا باقيين، والتومية طبعا كنت عاملة نص حراق وعاملة نص اللي هو العادي. والفراخ اهي او صوابع الستريبس، والحبة بقى اللي هم البانيه المشوي دول. الطبق طبعا كان على الجنب بس مش عارفة ما ظهرش في التصوير. وبس كده ده كان العشاء بتاعنا. طبعا بقى خلاص خلصنا العشاء، عايزين نحلي. بس الصراحة الحلو ده انا كنت موعدة بيه يعني، ريتال اللي هي بنت اختي كنت موعداها بيه يعني من اول ما جت. وانا بقى ايه عارفين انتوا الكسل بقى، طب يا ريتال مش هعملها حاضر بكره مش عارفه ايه كده. خلاص بقى قلت لا خلاص بقى اقوم ايه اعملها.
كان عندي بقى علبة الكيكة الجاهزة دي، أنا كنت شايلاها لها، قُلت لها: "بُصّي العلبة دي عشان لمّا تيجي هاعملها لِك." قُلت إيه، أعملها بقى بالطريقة الجميلة اللي أنا باعملها بيها، والصراحة أي علبة كيكة هتيجي في سكتي بالشوكولاتة لازم أعملها بالطريقة دي، غير كده إن أنا أعملها كيكة عادية كده بالشوكولاتة كده لأ، لازم الإضافات والحبشتكنات اللي إحنا بنعملها فيها. فجِبت علبة الكيكة وهنمشي على المقادير المكتوبة عليها بالضبط، هُم كانوا قايلين 3 بيضات، عليهم حوالي تِلت كوباية زيت أو مش فاكرة قد إيه زيت، وحطيتهم مع بعض مع الفانيليا، وبدأت إن أنا أضربهم كويس بالمضرب. عايزة أقول لكم الكيكة دي طعمها خطير، الكيكة الجاهزة اللي هي 5 minutes دي طعمها فظيع، عايزة أقول لكم أنا يعني مش بالاقيها، دوّرت عليها كتير ما لقيتهاش، فده كان آخر علبة من العلب اللي كانت عندي يعني وكده، فقُلت خلاص بقى إيه يعني يالّا بقى نعملها بقى الريتيل بقى مش خسارة فيها هي والزيت. جِبت بقى بعد كده طبعًا هُم كاتبين عليها لبن، فأنا ما كانش عندي لبن، فعادي طبعًا كيكة الشوكولاتة بتبقى بالمَيّة السخنة بتبقى جميلة جدًا، حطيت عليها المقدار اللبن اللي هُم قايلين عليه، أنا استبدلته بمَيّة سخنة مغلية، وما فيش أي مشكلة ولا كان في أي اختلاف ولا أي حاجة خالص، خالص، خالص يا جماعة والله العظيم. يعني بُصّوا ما نوقّفش الدنيا، ما نعقّدش الدنيا لأ، في حاجات تنفع مكان حاجات وحاجات لأ. يعني بُص في حاجات تنفع مكان حاجات، وحاجات لأ ما تنفعش، الوصفة هتبوظ أصلًا. ضربتهم بقى كده كويس جدًا، وبعد كده نزلت بقى بخليط الكيكة بتاعي، خليط كيكة إيه ده خليط شوكولاتة، ده أنتِ شامة شوكولاتة ولا في أي زفارة بيض ولا أي حاجة خالص، ريحة البودرة بتاعة الكيكة قوية جميلة جدًا ولا طعمها. طبعًا هُم بقى إيه من حلاوتها، هُم طبعًا مش مستنيين، وكمان أنا عملتها متأخر، خلاص بقى يا خالته أسماء طب يالّا، طب يالّا، طب عارفين بقى أنتم هتشوفوا دلوقتي لإن مش مستنيين هُم مش صابرين عليها. بس بقى مش قادرة أقول لكم هي بقى لمّا قعدت لتاني يوم بقت عاملة إزاي، يا خراشي! ما حدش فكّرني. المهم حطيت بقى كده الخليط بتاعي وبدأت إن أنا أضربه بالمضرب الكهربائي بتاعي، خلاص كده يعني المكونات كلّها تجانست كده، ضربته كده برضه كلّه زي ما مكتوب على العلبة بالضبط، يعني ما فيش أي افتكاسة من دماغي خالص. وبعد كده جهّزت الصينية بتاعتي، عملتها مسحة زيت وبطّنتها كده بالدقيق أو بالكاكاو براحتي خالص، ونزلت بخليط الكيكة بتاعي، شايفين؟ خليط جامد، والله العظيم عايزة بُص عايزة معلقة وتتاكل كده، بس يعني طبعًا عشان فيها بيض ني وطبعًا مش هتبقى حلوة أصلًا، بس بجد حلوة أوي يعني شايفين؟ المهم طبعًا الفرن كان سخن، دخّلتها في الفرن الرف الوسطاني، يعني درجة حرارة وسط، هي لمدة تِلت ساعة بالضبط 20 دقيقة، وكانت تمام جاهزة وزي الفل. بُصّوا أنا طلّعتها أهي وغطيتها شوية، ما باغطّيهاش أول ما تطلع على طول لأ، باسيبها تهدى شوية، بعد كده أغطّيها عشان الكيكة تفضل طرية. الناحية التانية طبعًا كنت باضرب 3 معالق كريم شانتيه بس، هُم 3 معالق حلوين أوي، المقدار ده حلو أوي. ضربتهم كده باللبن كويس أوي كده لأ مش لبن بقى ما كانش عندي لبن، بالمَيّة الساقعة، ضربتهم كويس جدًا، وبعد كده كنت محضّرة إيه بقى، اللي أنا باقلّبه ده إيه، معلقة نسكويك كده على نُص كوباية لبن، دي بقى لبن يعني أنا كان عندي غير نُص الكوباية دي بس فشِلتها للخطوة دي، فقُلت الباقي ينفع هيتعمل بالمَيّة عادي، بس ده لأ باللبن هتبقى أحلى عشان الكيكة هتشربه. وجِبت الشوكة بتاعتي وبدأت إن أنا أخرّم كده، وهاشرّب الكيكة بالخليط اللي أنا عاملاه، طبعًا أنتِ لو عايزة تحطّي كوباية لبن ما فيش أي مشكلة، بس أنا كان عندي هي النُص كوباية دي بس، فخلّيتها للخطوة دي. بمعلقة النسكويك، ما عندكيش معلقة كاكاو، بُصّوا أي حاجة، ما عندكيش عندِك كاكاو الخام حُطّي برضه كاكاو خام وحُطّي عليهم مثلًا معلقة سُكّر كده ودوّبيهم كده وشرّبي الكيكة بتاعتِك، بس ما تعمليهاش طبعًا بكاكاو خام مُر، لأ مش هتبقى حلوة، لازم تبقى بحاجة مسكّرة كده. طبعًا الكيكة هتشرب من الخليط ده وهتبقى juicy كده وحاجة ما أقولكوش. طبعًا المفروض بقى الخطوة دي نسيب الكيكة تبرد تمامًا ونحط عليها الكريم شانتيه بتاعنا، بس لأ ما فيش، ما طبعًا ما فيش، إذا كان عيالي ما بيصبروش، ما بالِك عيالي وعيال أختي مع بعض وشايفين الجريمة اللي بتحصل دي، استحالة طبعًا هيصبروا ويسكتوا. فبُصّوا وأنا بافرد الكريمة أهو بُصّوا هتلاقيها بتسيح معايا، طبعًا كانت يعني متماسكة وجميلة، لأ هتلاقوها بتسيح معايا طبعًا عشان الكيكة لسه سخنة. فقُلت خلاص يعني هاسيبها شوية كده تهدى عقبال ما أعمل الطبقة التالتة، بس ما فيش أنتِ بتكلمي مين يا ماما؟ هُم مش فاهمين، يعني عارفين أنتم طبعًا هُم مش عارفين، أنتِ لأ يا خالته أسماء أنتِ مش عايزة تدّينا ويا بيري وبيري يا ماما يالّا يا ماما، وعارفين بقى وغير حمزة بقى وغير زين، زين القمر ده واقف كده تحت رجلي هو كمان.
وقُلت خلاص مش مشكلة. أدي الطبقة التالتة، جِبت طبعًا الشوكولاتة الخام بتاعتي وسيّحتها برضه مع حوالي معلقتين لبن كده صغيرين، وبُص المفروض طبعًا تعمل طبقة شوكولاتة لوحدها فاصلة، لأ طبعًا، بما إن كلّه دافي وكلّه سُخن على بعض يالّا، يالّا كلّه دخل في بعض، بس كانت أحلى خلطبيطة، بجد كانت تحفة أوي. قُلت خلاص مش مشكلة كل مرّة بنعملها معاكم طبقة كيكة، طبقة كريم شانتيه، طبقة شوكولاتة كده، حاجة جميلة، قُلت المرّة دي نعملها الشكل الماربل الجميل ده، إيه رأيكم؟ كلّه دخل في بعضه، وبُص ده كان شكلها، وسِبتها بقى تسقع في التلاجة، وقطّعناها كده، بس طبعًا هُم كلوا منها الأول سخنة وإحنا سِبناها لينا تسقع. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك واستنوني في فيديو جديد، باحبكم في الله ومع السلامة.